طيب، بص يا شباب، احنا عايزين في رمضان كده ايه نعمل شويه حاجات حلوه كده. تمام كده، وعملنا جدول بقى ايه، نبقى ملتزمين يعني. لان لازم تكتب الحاجه بتاعتك بالورقه والقلم وتمشي عليها. ده هيخليك اكثر التزاما بالموضوع. ماشي. طيب، هو برضو التارجت بتاعي، ان انا الهدف بتاعي ان انا لما اوصل لاخر رمضان اكون ايه، بعمل الحاجات دي كلها. طب هل بالضرورة ان انا اكون بعملهم كل يوم يعني كلهم؟ لو قدرت اعملهم خير وبركة، ما قدرتش يبقى انا ايه، كل مرة بحاول ان انا ايه، بحاول ابقى ايه يعني احسن من اليوم اللي قبليه. طيب، في حاجات اساسية ما فيهاش فصال. ماشي كده في الموضوع ده. خليك بس معايا واحدة واحدة. يعني احنا هنعمل ايه بقى يا شباب كده في رمضان؟ اول حاجة طبعا احنا واحنا بنتسحر بننوي الايه، بننوي الصيام. بننوي الايه، الصيام. النية دي جوه في القلب يعني، مش لازم تقول نويت نصوم بكرة، بس لازم النية تبقى حاضرة. تمام. كل يوم تنوي ان انت هتصوم اليوم اللي بعديه. خلاص كده. طيب، تاني حاجة ان انا هلتزم بالايه، بالصلاة بتاعتي في ميعادها قدر المستطاع طبعا. والشباب لو نقدر نصلي في المسجد تمام يكون افضل طبعا كتير. ماشي. عشان الثواب يبقى اكتر. يعني في رمضان الايه، الثواب بتاع السنة بثواب فريضة، والثواب الفريضة بايه، ب70. فالثواب في رمضان الحاجة مضاعفة، الثواب بتاعها كبير. فتخلي بالك منها. في حاجة اسمها السنن بتاعت الايه الصلاة. احنا مش مواظبين قوي على السنة بصراحة، عشان ما نكدبش على بعض يعني، عشان ما اكدبش عليه. حلو جدا، ممتاز. طب هما السنة بتاعت الصلاة دي ايه؟ في 4 ركعات قبل الظهر واتنين بعد، يبقى كده في 6. في اتنين بعد المغرب واتنين بعد العشاء واتنين قبل الفجر، يبقى كده كام؟ 12. النبي قال لنا في الموضوع ده ايه بقى؟ اللي يصلي 12 ركعة من غير الفريضة، يعني غير الفريضة اللي هم ال 12 ركعة السنة دول، يتبنى له بيت في الجنة. بيت في الجنة. طبعا البيت في الجنة غير البيت بتاعنا يعني. ده حاجة ايه، ده يعني ده البيت ده يعني حاجة ايه، حاجة كبيرة يعني. ده معمول من ذهب بقى وسيلفر بقى، وفاهم ازاي. البيوت في الجنة غير البيوت بتاعتنا، مش بالطوب كده، لا، الطوبة بتاعتها ذهب وحاجات فخمة يعني. فانت تقدر تبني بيت في الجنة كل يوم انك تصلي ال 12 ايه، ال 12 ركعة السنة اللي هم من غير الفريضة. ده مهم. انا عايز التزم، بس يبقى انا عندي ورد للقرآن كل يوم. وبرضو الهدف مش ان انا في رمضان والحاجات دي تكمل معايا بعد رمضان. كويس كده. طب انا واحد يوسف بيقول لي انا بنقرا مثلا ايه، جزئين كل يوم، خير وبركه. تل- ممتاز، جميل جدا. طب انا مثلا حافظ قران بتاعي اجزاء من قران. خلي الورد بتاعك من اللي انت ايه، من اللي انت حافظه كمراجعه بالنسبه لك. خلاص، او تقرا بس على الاقل خالص يبقى انت ليك ورد من القران، لو صفحه واحده بس. الصفحه دي هتاخد منك دقيقتين ثلاثه. لو انت تعبان وبتاع ومشغول وتمام من ده، بس ايه، يبقى اقل حاجه يبقى انا معايا ايه، صفحه واحده نواظب عليها. اذكار الصباح والمساء، اذكار الصباح والمساء ممكن تبقى كتيره وانت تستثقلها. لو انت يعني مش لاحق، مشغول او كده، ممكن نكتفي بس بقول هو الله احد 3، قل اعوذ برب الفلق 3، قل اعوذ برب الناس ايه 3، وايه الكرسي. يبقى انا كده تمام جدا. ده الحد الادنى بتاعي. ده الحد الادنى ايه بتاعي في اذكار الصباح والمساء. لو انا ما قدرتش اقول اذكار كامله يعني، خلاص ما قدرتش اقولهم كامل، خلاص يعني حافظ على ايه زي ما قلت لك. قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3، وايه الكرسي، الله لا اله الا هو الحي القيوم. خلاص كده يا شباب. طيب، صلاه الضحى. صلاه الضحى دي سهله خالص، من بعد الشروق لحد قبل الظهر بحوالي تلت ساعه. خدها ركعتين. عايز تزود خير وبركه 2 4 6 8 براحتك. اضعف الايمان ركعتين ياخدوا منك قد ايه؟ ياخدوا منك 10 دقائق بالكتير. هتتوضى وتصلي ركعتين يبقى الدنيا جميله خالص. صلاه الضحى ديت فضلها كبير جدا جدا جدا، حاجه من الحاجات الايه، اللي فضلها كبير. قيام الليل والوتر. حد يقول لي قيام الليل يعني انا لازم اقعد اصلي طول الليل؟ لا خالص، موضوع بسيط خالص. انت الشباب لو قدرت تصلي التراويح في المسجد يبقى ده قيام ليل. طب انت ما لحقتش، عندك دروس، عندك مش عارف ايه، قبل ما تنام او بعد العشاء. ممتاز. هو البنات المفروض الافضل يصلوا في البيت طبعا. هتروح مع بابا او مع ماما المسجد زي الفل، جميل، مفيش مشكله. طب قيام الليل لازم اقوم الليل كله؟ لا ولا حاجه، هم ركعتين بس وركعه وتر. الوتر دي بقى المهمه جدا، خلي بالك.
اللي هي ركعة واحدة قبل ايه ما تنام. ماشي كده. ولو تقدر تنام على وضوء وانت متوضي تبقى جميل جدا، ينام معاك ملك بقى طول الليل يدعي لك، حاجة تحفة خالص. جميلة دي. تمام كده. طيب يبقى انا قيام الليل لازم احنا ركعتين بس وركعة، ده بقى حاجات صغنونة كده بس نحافظ عليها، ثوابها كبير خالص لو احنا قدرنا ايه نكمل عليها. لازم تبقى اخلاقك حلوة جدا، وطاعة الوالدين، اسمع كلام بابا وماما بقى لازم خلاص، وايه ولازم اخلاقك جميلة. جميلة. ممكن حد يعمل عبادات ياما 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 ويحفظ قرآن كتير كتير كده بس أخلاقه وحشة. وفي حد بيعمل إيه؟ يعني بيقرأ قرآن مثلا شوية صغننين مثلا كل يوم، وبيواظب على الصلاة وكله تمام بس أخلاقه حلوة. أني أحسن اللي عباداته قليلة بس أخلاقه حلوة. متخيل؟ حد بيعمل عبادات ياما جدا بس أخلاقه وحشة، ده بيبقى أقل. يعني ممكن أنت في العبادات تبقى أنت يعني معتدل كده، او عباداتك تؤدي الفرائض بس وزي الفل، تمام كده، ومعاملاتك مع الناس حلوه، وبابا وماما الدنيا جميله، خلاص كده انت تبقى في منزله عاليه جدا. خلاص، عشان النبي قال لنا ايه بقى؟ قال لنا ان اقربكم مجلسا مني يوم القيامه، يعني اكتر حد قريب من النبي يوم القيامه مين بقى؟ اكتر حد صلاه ولا صوم ولا زكاه ولا لا خالص. طبعا الصلاه اساس، ما فيهاش فصال. النبي قال اقربكم ان اقربكم مجلسا مني يوم القيامه احاسنكم اخلاقا. يعني اللي هيبقى جنب النبي، اقرب واحد للنبي هو اكتر حد ايه؟ مؤدب. مؤدب، اخلاقه جميله، اسمع كلام بابا اسمع كلام ماما. تمام كده. اتفقنا. المذاكره طبعا واكمال الواجبات، ليه بقى؟ لان النبي قال لك ايه عليه الصلاه والسلام، بيقول ايه؟ ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا فالايه؟ فليتقنه. يبقى تتقن ايه؟ تتقن عملك وواجباتك كل يوم ومذاكرتك، كله يبقى تمام. اوكي. في حاجات بقى مهمه جدا، اهم من انك تقعد تنفق الفلوس وتعمل كل حاجه. حاجات اهم حاجه هو ذكر الله سبحانه وتعالى. خلاص كده، ان ربنا قال لك انا ايه؟ وانا معكم اذا ايه ذكرني. يعني انت تذكر ربنا، ربنا يبقى معاك ايه؟ يحفظك ويرعاك طول الوقت. طب ذكر ربنا لازم ايه؟ لازم. النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ لا يزال لسانك رطب بذكر الله، لازم تذكر الله على طول. طب نقول ايه؟ تقول سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله. صح. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وتصلي على النبي، ده مهم جدا 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 جدا. اه، لان اللي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 10 بالنهار اللي هم في اذكار الصباح، و10 بالمساء، النبي يشفع له يوم القيامه. خلاص كده. فالصلاه على النبي مهمه جدا، لان واحد راح للنبي عليه السلام وقال له يا رسول الله ان انا ابقى عامل جزء كده مخصص ليك، جزء في الايه؟ جزء ان انا بصلي عليك يعني. يعني كم اجعل لك من ايه؟ من صلاتي، من دعائي يعني. يعني مخصص كده جزء وقت كده زي ساعه مثلا بيدعي ربنا. فأصلي عليك قد إيه من الساعة دي مثلا؟ فقال له إن شئت ما شئت، يعني براحتك. فقال له طب أخليهم ربع، ربع الوقت تبقى الصلاة على النبي مثلا. فقال له كويس. وإن زدت فهو خير لك، زودت هيبقى كويس. قال له طب التلت؟ قال له تمام. ولو زدت فهو خير لك. قال له طب النص؟ قال له لو زدت يبقى خير لك. قال له خلاص اجعل لك صلاتي ايه؟ كلها. خلاص طول الوقت انا ايه؟ هصلي على النبي. فالنبي قال له ايه؟ اذا ايه؟ يكفى همك، ها، ويغفر ذنبك، ويقضى دينك. خلاص كده. يعني الهم بتاع الدنيا ده كله خلاص يعني ما بقاش عندك بقى لا هم ولا دين ولا، وذنوبك ايه؟ ربنا يغفرها لك. ليه؟ لما تصلي على الايه؟ على النبي. دي حاجات مهمة يا شباب، احنا عايزين نواظب عليها، مش بالضرورة نعملها كل يوم، بس الحاجات دي كلها يعني ما بتعملهاش يعني ممكن واظب عليها انك تعملها. يعني مش لازم مثلا تصلي 3 4 ساعات، لا هم ركعتين وركعة الوتر، يبقى انت كده اتكتبت من ايه؟ من الناس اللي ايه؟ بتقيم الايه؟ بتقيم الليل. خلاص كده. طبعا دي ما فيهاش فصال. صلاة الخمسة ديت في موعدها، لأن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. في وقتها ما فيهاش فصال، ما فيهاش هزار. دي الصلاة عماد الدين، دي الأساس. من غير دي خلاص، أول حاجة أنت هتحاسب عليها هي الصلاة. خلاص يوم القيامة الصلاة بتاعتك سليمة، خلاص عدي اللي باقي يبقى سهل. ما فيش الصلاة خلاص الدنيا خلاص وقفت، مش هتعرف تتحرك. وصل. فده أهم حاجة إن أنا أصلي. بعد كده بقى الإيه؟ نزود بقى النهارده مثلا
السنة هنحافظ النهاردة مثلا على سنة الظهر، هعمل النهاردة الظهر، بكرة هزود الظهر والإيه والمغرب، وبعدين الظهر والمغرب والعشاء، وبعده الظهر والمغرب والعشاء والإيه، زود كده، فاهم؟ بخليك متدرج كده. ماشي يا شباب. الهدف برضو زي ما قلت لك ان احنا على ما نوصل لاخر رمضان نبقى احنا ايه بنعمل الحاجات دي كلها كويس ومزودين فيها، والهدف الاهم ان احنا نكمل على الحاجه دي بعد رمضان. انا عملت لك جدول مكتوب عشان تبقى ايه، برضو ما انت ما تعملش الجدول غلط، يعني اللي انت عملته النهارده اعمله بالظبط. خلي ان كل يوم، يعني حاول ان كل يوم يبقى احسن من اليوم الايه اللي قبليه بقدر المستطاع. ربنا يا رب يبارك فيكم ان شاء الله، ويبقى رمضان سعيد عليكم يا رب.